السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا كل الإخوة والمحبين اللي عايشين في ألمانيا، طبعا خرج قرار جديد ممنوع كل الشباب ما بين 15 سنة و45 سنة ممنوع يخرجوا من ألمانيا أكتر من 3 شهور. كل الناس المجنسين ممنوع تخرج أكتر من 3 شهور برا ألمانيا من غير ما تاخد إذن وتصريح من الدولة. طبعا هذا القرار ينم على ان احنا هنسمع دلوقتي كل الشباب اللي عايزين يقدموا على الجنسية هيلغوا القرار، لان طبعا ديت خطوة لاحتياج الجيش الألماني لقوات للدفاع عن ألمانيا. لازم يكون في شباب وفي ناس تكون موجودة في ألمانيا عشان خاطر يدعموا ألمانيا. لو لا قدر الله حصل أي حرب فأنتوا هتكونوا مطلوبين للتجنيد يا شباب. يعني كل الناس اللي طفشت من التجنيد من مصر وسوريا والجيش والشرطة وراكوا يا شباب. القانون دوت نزل فعلا، اتصدق عليه، ممنوع منعا باتا ان انت تخرج من ألمانيا. كل الشباب المجنسين ما بين سن 15 سنة و45 سنة ان هم يخرجوا من ألمانيا أكتر من 3 شهور. خدوا بالكم، أكتر من 3 شهور بدون إذن مسبق من ألمانيا. وطبعا ده ينم على يعني إن الجيش محتاج الشباب. كل الشباب اللي طفشوا من الجيش المصري والجيش السوري والدفاع عن بلادهم، يلا يا شباب العب، هتدخل الجيش وتدافع عن ألمانيا. يا ترى مين ناوي يخش التجنيد؟ يا ترى مين مستعد يدافع عن ألمانيا بعد ما خد الجنسية الألمانية؟ والله دلوقتي هتتنازلوا على الجنسية الألمانية خلاص. يا ترى في تفكير إن احنا نلغي موضوع التجنيس ولا إيه؟ كان الأول الكل فرحان بالجنسية الألمانية، دلوقتي القرار دوت بعد ما طلع يا ترى هيكون في تغيير في الآراء في التفكير؟ والله خلاص كله برضه هيقدم على الجنسية الألمانية وهينتظر ياخد الجنسية الألمانية. الشباب اللي ما بين 15 سنة و45 سنة لازم تفكر كويس جدا جدا قبل ما تقدم على طلب الجنسية الألمانية. الموضوع ما عادش لعب عيال، ده قانون وطلع وتصدق عليه. ممنوع تخرج برا ألمانيا أكتر من 3 شهور بدون إذن سفر أو تصريح سفر زي ما احنا بنقول. اضرب. يلا في رعاية الله وأمنه. أتمنى تدوسوا لايك وتشتركوا بالقناة وتصلوا على رسول الله.